السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة وفي أفضل الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. إخواننا الله يبارك في الجميع. إن شاء الرحمن نتحدث في الفيديو عن إزاي النحال يوجه النحل لتخزين العسل، وإيه الأعمال اللي لابد يقوم بها النحال أو الأعمال اللازمة. تمام. وكذلك هنتكلم على أهم علامات نشاط النحل في موسم الفيض. تمام. وعلامات اللي تدل على ان النحل قام بتخزين العسل. ان شاء الرحمن باذن الله نسال الله يا رب التيسير لينا وليكم وللجميع، اللهم امين. طبعا نتمنى من الجميع الاشتراك معنا في القناه، من الاخوه طبعا اللي ما اشتركوش، واي اخ معنا اشترك في القناه وربما يكون بيشارك الفيديوهات كمان لبعض الاخوان النحالين اللي مش متابعين لينا، فاحنا اكيد بنشكره ونقول الله يجزيك الخير على الشيء ده، لانك طالما مقتنع بالمعلومه بتاعتنا وبتشاركها لاي اخ اخر يستفيد منها، تمام، فانت الله سبحانه وتعالى اكيد هيجازيك خير على الشيء ده. الله يبارك في الجميع. بخصوص العلامات اللي تدل على ان النحل ابتدى ما شاء الله ينشط في الفيض او في الموسم او ابتدى يخزن العسل، في بعض العلامات الله يبارك في الجميع لابد يكون متوفرة، سواء ظروف الطبيعة، سواء المرعى اللي انا فيه ايا يكن نوع المرعى، سواء حبة بركة، سواء برسيم، صدر، أي نوع عسل احنا متواجدين فيه حاليا. نقدر نقول في شهر مايو الشهر الخامس. تمام. لابد يكون المرعى ممتاز. تمام. فيه بعض الظروف نقدر نقول بسبب الطبيعة، طبعا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن ساعات الطبيعة بيكون عملت ظروف معينة. على سبيل المثال المناخ، يعني البرسيم حتى يومنا هذا اللي أنا أتحدث فيه، تمام، ربما يكون معظم النحالين داخل جمهورية مصر العربية بيعانوا شوية بسبب ان درجات الحرارة مش مرتفعة، وبسبب ان ارتفاع درجات الحرارة ماشي في ارتفاع مأثر على زهرة البرسيم. تمام. صحيح النحل بيجيب كميات من حبوب اللقاح، ولكن الرحيق البرسيم ما بيفرزش الرحيق عند درجات حرارة منخفضة. لابد يفرز الرحيق عند درجة حرارة 38 درجة، 37 درجة مئوية، 40 درجة مئوية. الدرجات الحرارة دي ما بتأثرش على البرسيم، بل بالعكس بتخلي البرسيم يفرز رحيق بكميات ممتازة. تمام. فدي نقدر نقول ظرف خارج عن إرادة النحال، وديت بإرادة الله سبحانه وتعالى والطبيعة والمناخ. تمام. لابد ناخد الشيء ده بعين الاعتبار. طبعا في مرعى آخر ممكن يكون مش محتاج درجات حرارة، ولكن ممكن يكون نقدر نقول الزهرة نفسها ما فرزتش رحيق، أو في أعداء للنحل، أو في مشكلة. طب على العموم ايه هي العلامات؟ طبعا الله يبارك في الجميع لابد يكون متواجد في مرعى في ازهار كتيره او كميه كبيره من الازهار، سواء مرعى مثلا اشجار زي مثلا السدر، او مرعى مثلا مزروعات زي حبه البركه مثلا او البرسيم. لابد يكون نازل في مساحه رعويه كبيره، دي لابد شيء تتوفر. الامر الاخر انا يكون مجيش جيش من النحل على اساس يكون عنده القدره على السروح، ومن ثم يجيب لي كميات ممتازة من الرحيق. تمام. في أمر آخر الله يبارك في الجميع، وهو إن أنا ده الأساس بقى اللي احنا نتكلم فيه، إن أنا الملكة داخل الخلية. تمام. أحاول بقدر الإمكان في فترة الموسم، تمام، إن أنا أحيد الملكة. بمعنى إيه؟ أنا هحاول أوضح وأبسط للنحال اللي بستمع ليا المبتدئ بالخصوص. أحيد الملكة يعني أقلل وضع الملكة للبيض لأقل وتيرة، لأن إحنا ما بنجيش نحل، إحنا خلاص جيشنا. وفي الموسم ربما في أخ ناقص له 5 أيام هيفرز العسل، واحد تاني ناقص له 10 أيام، واحد تاني لسه قدامه 20 يوم. أنا عاوز خلال فترة الموسم ده، تمام، إن أنا أحيد الملكة تضع أقل كمية بيض، ومن ثم الرحيق اللي هو جاي من الأزهار من الخارج، تمام، يتخزن بصورة أكبر بدل ما يتم استهلاكه من اليرقات اللي في الخلية. تمام. دي معادلة الله يبارك في الجميع. لو النحال ظبط المعادلة دي، صدقني بعد إرادة الله سبحانه وتعالى هتستفيد استفادة كبيرة. تمام. المعادلة بتقول، أو أنا مش عايز أتكلم بكلام ربما الأخ اللي يستمع ليا يقول صعب، اللي أنا أقصده إيه؟ اللي أنا أقصده أنت قللت من وضع الملكة للبيض، تمام، في الخلية، أصبح الرحيق اللي جاي من الخارج هيتم تغذية اليرقات اللي موجودة في الداخل اللي هي كمية بسيطة، سواء برواز أو بروازين، ومن ثم الفائض هيتم تخزينه. تمام. ده شيء أساسي. إنما أنت عندك 5 و6 و7 براويز من البيض، وثم بعد ذلك يصبح البيض ده يرقات، أصبح كل اللي هيجي من بره
من المرعى من الازهار، تمام، النحل كله هيستهلكه، سواء النحل خارج لسه صغير سن او سواء اليرقات اللي موجوده. صح ولا لا؟ ما هو الله يبارك في الاخوان جميعا، هو النحل بيجيب العسل او بيجيب الرحيق من الازهار ليه؟ ما بيجيبوش لينا، خلينا نتكلم بصدق، هو ما بيجيبوش ليا انا كنحال، هو بيجيبه للخليه بتاعته. تمام، اصبح لما بيكون عنده جيش من النحل جوه او كميه يرقات وحضنه مفتوحه بكميه كبيره، فهم بيتغذوا على العسل، على العسل اللي هو جابه، بيتغذوا على الرحيق اللي هو جابه. تمام، ولكن لما الكميه دي تقل، خلاص هو هيبتدي يخزنه لانه فائض عن الاحتياج. تمام، فانا احيد الملكه في بعض الطرق تحيد بها الملكه، وهي مثلا واحد عنده بيستمع ليا، سواء اخ او اخت بتستمع ليا، عندها خليه 7 براويز، خليه 10 براويز، حط الملكه في برواز او بروازين في حاجز ملكي. تمام، على اساس ان الملكه وضعها للبيض يكون في البرواز ده فقط او البروازين فقط، ومن ثم النحل يخزن في باقي البراويز اكبر كميه عسل تستفيد منها. ده امر رقم واحد. واحد تاني مجيش خليه ما شاء الله تبارك الله طابقين 20 برواز 30 برواز، تمام، يعني 3 طوابق خلايا بعاسلات، حط حاجز ملكي يا اخي الله يبارك في عمرك ما بين الطابق الاول اللي هو التربيه والعاسلات في الاعلى، خليها ان النحل يخزن فيها اكبر كميه من العسل، تمام، او اكبر كميه من الرحيق. طبعا لابد انك انت هتنزل كل البيض والحضنه المفتوحه اللي هي اليرقات للتربيه تحت مع الملكه، وتطلع الحضنه المغلقه كلها في الاعلى. تمام، في اخ من العراق اتوقع تواصل معايا امس وقال لي انا عملت نفس الكلام ده، ورفعت حوالي 10 براويز من الحضنه المغلقه في العاسله، وبعد ما الحضنه المغلقه دي خرجت النحل ما خزنش عسل. تمام، فلابد في سبب. انا سالته ايه السبب عندك؟ قال لي كان عندي امطار في العراق بكميات كبيره في الاسبوع الماضي، فشيء مؤكد ان النحل مش هيخزن لك عسل. صحيح الحضنه خرجت وعندك جيش من النحل، ولكن الامطار دي اثرت على الازهار، تمام، اثرت على سروح النحل، فانت عاوز النحل يجيب لك عسل منين؟ صح ولا لا؟ ففي امور لابد ان انا كنحال بعمل اللي عليا والباقي على الله سبحانه وتعالى. تمام، هو اللي بايده كل شيء. انا عملت اللي عليا ولكن جه امطار عندك في العراق، خلاص انا هعمل ايه؟ صح ولا لا؟ بس على الاقل انا كنحال اعمل اللي عليا. تمام، الامر الاخر الله يبارك في الجميع، وهو طبعا انا بتكلم احنا بنحيد الملكه سواء في طابقين طابق وعاسله، او سواء في خليه طابق واحد تربيه 7 براويز 10 براويز. الاساسات الشمعيه بالنسبه للاخوه بالخصوص الاخوه اللي ناقص له 10 ايام على انتهاء الموسم او 15 يوم على انتهاء الموسم، بنصحك نصيحه لله ما تحاولش تحط اساسات شمعيه في الخليه باكبر قدر ممكن. الاساسات الشمعيه دي النحل هيستهلك كميه من الرحيق في عمليه البناء، ومن ثم انت صدقني ده كله بيجي على يعني ده كله في النهايه الاساسات الشمعيه دي ده كله بيجي على الرحيق اللي جاي من بره، بيجي على تخزين العسل، بيجي باثر سلبي. تمام، هيقول لي انا ما عنديش اخويا محمد براويز مبنيه، تمام، ما عنديش براويز الا اساس فقط. يا اخي شوف الطرود اللي عندك، الطرد اللي هو على 3 براويز او التقسيمات اللي على 3 براويز، اسحب البراويز المبنيه اللي فيها ونزلها للخلايا القويه اللي محتاجه، ونزل الاساسات الشمعيه دي للخلايا الضعيفه. الخلايا الضعيفه اللي انت مش هتطلع منها عسل اديها الاساسات، مش مزعلاك في حاجه. تمام، ولكن الاطارات المبنيه دي تحاول تنزلها للخلايا نقدر نقول الطابقين اللي محتاجه براويز، او الخليه اللي هي طابق واحد محتاجه براويز. تمام، النقطه الاهم خلي بالك جميع احنا بنتكلم في نقط كلها مهمه، يعني صدقوني النحال لو قام بتطبيقها بعد اراده الله سبحانه وتعالى هيجيب كميه ممتازه من العسل. تمام، ضيق على الملكه يا اخي، ضيق على الملكه. بمعنى ايه ضيق على الملكه؟ ما يكونش انا عندي خليه 7 براويز فيها نحل واحط 10 براويز. ليه؟ انت لما هتضيق على الملكه اصبح ان الحضنه المغلقه دي اول ما هتخرج، تمام، اللي هي الحضنه المغلقه مباشره النحل اللي جاي من السروح هيبتدي يخزن عسل، هيحجز على الملكه، هيضيق على الملكه النحل، انت اللي هتستفيد بكميات من العسل. انما حاطط لك براويز بكميه كبيره، تمام، البراويز اللي حاططها بكميه كبيره دي هتيجي بنتيجه سلبيه، هتيجي تبص تلاقي النحل موزع ومشتت العسل في البراويز وما بيتختمش في النهايه. هتبص تلاقي الملكه
فيه مكان متوسع ليها ومكان ليها بأريحية تضع بيض، وده كله هيجي على حساب العسل. تمام. ضيق على الملكة بأكبر قدر ممكن. هيستمع ليه واحد يقول لي الخلية هتطرد؟ يا أخي مش هتطرد، ولو بني بيوت تطريد افحص الخلية كل 6 أيام. تمام. اهدم البيوت الملكية. تمام. انت قدامك قد ايه؟ الله يبارك في الجميع اللي بيستمع ليا. قدامك 10 أيام، قدامك 15 يوم على نهاية الموسم، قدامك يا أخي 20 يوم والموسم ينتهي. فيها ايه لما اتعب في ال20 يوم دولت وافحص الخلايا بتاعتي واقدم البيوت الملكيه؟ بس انا اللي هستفيد. تمام. لما تعوز توسع للملكات علشان تضع بيض، وسع لها في الموسم اللي انت بتجيش فيه نحل، اللي انت بتغذي فيه تغذيه سكريه. انت دلوقتي عاوز تطلع عسل ايا يكن نوع العسل عندك ايه. تمام. فضيق على الملكه، ما تديش توسعه. توسعه يعني هتخلي الملكه تفرش في البيض او تضع بيض بكميات كبيره. تمام. انا بحاول ربما اعيد او اكرر في بعض الكلام، تمام، على اساس المبتدئ اللي يستمع لي هو اللي يوصل له المعلومه، هو اللي يقتنع. المحترف ما شاء الله احنا بنتعلم منه ونقول له الله يجزيك الخير. تمام. طيب الله يبارك في الجميع. واحد اخ من اللي بيستمع لي قال لي طب هل ممكن ان انا اعمل وسيله اخرى، وهي اغير الملكات الملقحه في موسم الفيض؟ يعني انا دلوقتي عندي موسم الفيض باقي عليه 10 ايام، باقي عليه 15 يوم وينتهي. هل ممكن ان انا استبدل الملكات الملقحة اللي بتضع البيض بملكات اخرى عذارة؟ اقول له يا اخي توكل على الله، ولكن انبهك لبعض التنبيهات وبعض النصائح، خدها بعين الاعتبار علشان ما تجيش برضو تقول الاخ محمد نصحني نصيحة ضررتني. وهي الملكة الملقحة اللي انت هتشيلها من الخلية مثلا 10 براويز او من خلية طابقين، تمام، لما تيجي تشيلها حافظ عليها، حافظ على الملكة الملقحة. طب ليه احافظ عليها؟ لانك ممكن تنزل العذراء ما تتلقحش، ممكن تنزل العذراء النحل يتقور عليها يموتها. تمام. فبالتالي يكون عندي الملكة اللي انا شايلها اللي هي ملقحة جاهزة عندي. تمام. طب احافظ عليها ازاي؟ الامر سهل جدا. ممكن تحتفظ بيها مثلا في برواز حضنة مع النحل بتاعه في نوية او في خلية. تمام. انا الهدف ان انا احتفظ بيها، لعل لا قدر الله لو حدث اي امر سيء للعذراء يبقى انا موجود عند الملكه الام الاساسيه عشان ما اخسرش خليه واخش في تجذيب فيما بعد. تمام. طب هل لما هنزل ملكه عذراء الخليه هستفيد؟ نعم هتستفيد. ليه هتستفيد؟ لانك انت هتخلي الملكه العذراء ديت مثلا في خلال اسبوع، تمام، داخل الخليه موجود الفورمون الملكي بتاعها، النحل بينشط في جمع الرحيق وجمع العسل، ومن ثم مفيش بيض مفيش يرقات لان ملكه عذراء. وعلى ما الملكه تخرج للتلقيح وتنزل تضع البيض يكون النحل قفل عليها وحجز عليها بجمع العسل، فانا اللي هستفيد. تمام. وفي نفس الوقت ضمنت ان الخليه بتاعتي ما كذبتش. تمام. ولا قدر الله لو ملكه فقدت العذراء وماتت مش هيزعلني الموضوع ده. ليه؟ لان انا عندي الملكه الام محافظ عليها، الملكه الملقحه اللي انا شلتها محافظ عليها. تمام. بس انا الهدف ان انا كسبت وقت، كسبت وقت 10 ايام ان النحله خزن لي فيهم كميه من الرحيق او كميه من العسل، وده اللي يهمني. تمام. دي امور كلها صدقوني يعني نسال الله يا رب التوفيق لنا وليكم للجميع، امور احنا اشتغلنا عليها سواء داخل المملكه العربيه السعوديه او داخل مصر في مواسم مختلفه. تمام. طيب هل الامور اللي انا اتكلم فيها دي في احد في موسم العسل مستثني منها او ما يعملهاش؟ نعم، عشان يكون الكلام واضح. مين ما يعملش العمل او ما يعملش الاعمال اللي انا بقول عليها ديت في موسم العسل؟ الاخ اللي يكون او الاخت اللي تكون في موسم عسل ما فيهوش حبوب لقاح، فقط رحيق بس. تمام. انا بقول له اي عمل انا قلته ما تعملوش. ليه؟ لان انت هي كده كده الملكه هتكون محيده عندك، الملكه مش هتلاقي حبوب لقاح فهي هتقطع البيض مباشر. تمام. لو الصدر عندك، لو موسم الصدر عندك فقط النحل بيجيب منه رحيق ومفيش اي ازهار اخرى عندك، وبالتالي كل اللي جاي من المرعى رحيق، انا بقول لك ولا تركب حاجز ملكي ولا تغير الملكات، تمام، ولا اي شيء. فقط ضيق على البراويز على اساس العسل اللي يتم تجميعه او تخزينه، تمام، تستفيد منه استفاده كويسه. تمام. دي امور ناخدها بعين الاعتبار. تمام. طبعا اي اخ تاني ممكن يكون عنده اي مرعى بيجني منه عسل، تمام، هو ادرى المرعى اللي عنده دوت فيه حبوب لقاح
ولا ما فيهوش؟ في حبوب لقاح زي البرسيم زي حبة البركة لازم تنفذ الشروط اللي بكلمك عليها دي لو عاوز كمية عسل مناسبة. تمام. في امر اخر، وبرضه كان تكلم اتوقع الاخ محروس ان كنت انا متذكر من العراق. تمام. وقال لي ايه رايك في موضوع خلخله البراويز في العسله علشان ما اخليش الملكه تتنقل ما بين البراويز في وضع البيض. تمام. طبعا انا رديت عليكم، ولكن هنقول الاجابه برضو علني للناس كلها على اساس برضو اللي بيستمع لينا يستفيد. حته انك انت تخلخل او تعمل خلخله ما بين البراويز في العسله، يعني بدل ما يكون عندي 10 براويز في العسله اخليهم 9 فقط، واوسع ما بين المسافات النحليه. لو الملكه عندك فتيه او نشيطه هتتحرك ما بين البراويز. لو ما بين البرواز والبرواز 1 سنتي الملكه هتتحرك. طب الوسيله الاضمن ايه والافضل ايه اللي احنا اتكلمناه في السابق؟ حط حاجز ملكي ما بين طابق التربيه وما بين العاسله. تمام. برضو اتوقع في اخ من فلسطين ما كنتش مخطئ، قال لي انا شلت الحاجز الملكي 3 ايام الملكه طلعت العاسله ووضع البيض بكميه كبيره. فين المشكله؟ المشكله انك انت شلت الحاجز الملكي. تمام. الملكه الله يبارك في الجميع، الملكه لما بتلاقي توسع قدامها مع كميات من الرحيق جايه من المرعى وحبوب اللقاح، اي براويز بتلاقيها قدامها بتضع فيها البيض. لو لقت 5 براويز في خلال 3 ايام تملاهم بيض. تمام. فاحنا قلنا زي ما احنا قلنا في الفيديو في البدايه، حيد الملكه، اوعى تدي للملكه توسعه الا بعد ما تفرز العسل. بعد ما تفرز العسل وتجني العسل خلاص انت محتاج تجيش النحل استعدادا للموسم القادم. تمام. انما في خلال الموسم ما توسعش يا اخي. صدقني انت التوسعه ديت على حساب ايه؟ مش على حساب العسل. التوسعه بتكون على حساب التجييش، على حساب الحضنه، ومن ثم العسل هيقل معاك. اتمنى يكون الجزئيه دي واصله لاخواتنا النحالين اللي بيستمعوا لينا. تمام. لان ده شيء مهم جدا. طيب بالنسبه لاخواتنا النحالين اللي في موسم عسل وعنده على سبيل المثال خليه طابقين 20 برواز وخليه 10 براويز، هل ممكن ان هو يدعم من خليه لخليه في موسم العسل؟ لا. سيب كل خليه عندك في موسم العسل زي ما هي بالقوه بتاعتها. 10 براويز سيبها 10 براويز، 20 برواز سيبها 20 برواز، 15 برواز سيبها زي ما هي. حبيت تدعم روح على الطرود الضعيفه، الاربع براويز دي شيل منها الحضنه المغلقه، ادعم بيها قوي عشان تستفيد. تمام. ولو ان العمل دوت تعمله في حاله واحده برضو عشان اكون بلغت الاخ اللي بيستمع لي. لو انت حبيت تدعم تشيل حضنه مغلقه من خلايا طرود او خلايا تقسيمات تحطها في خلايا قويه، لازم يكون على الاقل الموسم عندك قدامه 20 يوم. ما ينفعش يكون الموسم عندي 5-6 ايام وهينتهي وتعمل العمل ده. تمام. دي امور كلها لابد ننتبه ليها. طبعا الله يبارك في الجميع، ضيقت على ملكتك او ضيقت على الملكه بتاعتك الله سبحانه وتعالى هيرزقك وهتستفيد. فيه امر اخر لابد الاشاره ليه، وهو هل معنى ان البراويز او الاطارات اللي فيها عسل ما تمش تختمها او ما اتختمتش والموسم انتهى العسل ده ما يكونش ناضج؟ لا. انا بقول لك لا يا اخي. تختيم العسل دوت او تختيم البراويز ده بيكون المرعى شديد او المرعى غزير في كمية الرحيق اللي جاية منه، ومن ثم الكمية اللي بتكون ما شاء الله تبارك الله جاية بامتياز من المرعى. تمام. النحل بيقوم بتخزينها ومن ثم بيقفل عليها او بيقوم بتختيمها بالشمع لانه مش في احتياج ليها. تمام. طبعا لما بيكون في احتياج ليها بيفتح عليها مرة اخرى. طيب معنى ان النحل ما ختمش البراويز عندي، المرعى كان عندك متوسط. تمام. موسم العسل عندك كان متوسط او فوق المتوسط شوية، ولكن العسل ناضج. والدليل على ان العسل ناضج ايه؟ ارفع البرواز وانفض البرواز من النحل اللي عليه داخل الخلية وشوف هل هيتساقط رحيق ولا لا. ما فيش رحيق تساقط من البرواز، ده يدل على ان ما شاء الله العسل ناضج، ولكن ما تمش تختيمه لان مش غزير المرعى. تمام. فكده كده الله يبارك في عمر الجميع، او ده شيء اساسي النحال يقوم بيه بعد ما تقوم بعملية فرز العسل وتجني العسل. لازم لابد انك انت تضع العسل ده في المنضج لمدة 10 15 20 يوم قبل تعبئته وبيعه.
لان عمليه انك انت تضعه في المنضج بتقلل فيه الرطوبه لاكبر نسبه ممكنه، ومن ثم بتضمن ان العسل بتاعك دوت مش هيحدث فيه مشاكل لا قدر الله او ما شابه ذلك. تمام. طبعا بخصوص المنضج، في واحد يقول لي انا ما عنديش منضج استانلس، انا مثلا عندي 3 خلايا فقط، عندي 4 خلايا فقط، صعب ان انا اشتري منضج. يا اخي حطه في اي وعاء عندك، تمام، ولكن يكون وعاء طبعا نظيف، تمام، ويتم تغطيته او بقطعه قماش طبعا خفيفه، واتركه في الوعاء دوت لمده مثلا 10 ايام 15 يوم. لانك لما هتتركه بالوضع ده، طبعا بعد تصفيه العسل، لما تتركه على الوضع ده، تمام، اي شوائب من اللي هي بيسموها طبقه الريم، طبقه الريم اللي بتكون في الاعلى، تقدر تشيلها بعد كده. انما ما تعبيش العسل بعد الفرز، بعد الفرز مباشر تعبي العسل، لا، ده خطأ، صدقني خطأ، ربما لا قدر الله بيقع فينا حالين ويجي بعد كده يلاقي فوران في العبوات بعد تعبئة العسل. تمام. عامة موضوع تعبئة العسل وانضاج العسل ده مش موضوعنا، احنا كان موضوعنا اللي هو العلامات اللي بتدل على ان النحل قام بتخزين العسل، وازاي نوجه النحل لتخزين اكبر كمية من العسل. طبعا نسأل الله يا رب التوفيق للجميع، اللهم امين يا رب العالمين. مش عاوزين نطول في الفيديو، زي ما احنا ماشيين بسلسلة الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، من ربما دروس او نصائح للنحال اللي ممكن مبتدئ يمشي من اول درس لحد اخر درس. يعني ربما يكون اللهم لك الحمد ولك الشكر ده درس رقم 11. ونتمنى من الاخوان اللي بيتابعونا، اقترح فيديو يا اخي، اقترح موضوع مهم يهمك، تمام، نتكلم فيه ونتحدث فيه. في اخوة اقترحوا وقال لك عاوزين موضوع الخلايا الاقباح البلدية، تمام، وعملية ازاي نوجه الخلايا ديت لجمع العسل، انا بوعدك هعمل فيديو. في اخ اخر قال لي عاوزين فيديو لفحص النحل او فحص الخلية بهدوء بدون ما يحدث شراسة من داخل المنحل. صدقا انا اول ما اروح المنحل هصور لك فيديو. انا اي اقتراح اي اخ بيقوله باخده بعين الاعتبار وبسجله، وفي اقرب فرصة بعمله، تمام، حتى بس يكون عند العلم للجميع. الله ييسر الحل للجميع، اللهم امين يا رب العالمين. نتمنى طبعا من الاخوان اللي بيتابعونا يحاولوا يشاركوا الفيديوهات لاخوانهم النحالين اللي هم ربما يكون مش متابعين معانا، واللي ما اشتركش معانا نتمنى يشترك في القناة البديلة ديت. وبنعمل قصارى جهودنا، نسأل الله يا رب، نسألكم الدعاء في الشيء ده، ان احنا نحاول نرجع القناة الاولى اللي هي قناة تربية النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين. والله ييسر الحال يا رب. وطبعا كل اخ اشترك معايا صدقا انا بشكره شكرا جزيلا، وكل اخ شارك فيديو معايا او اقترح الفيديو دوت لاخ تاني انا بشكره. لعل اخواننا المتابعين اللي كانوا في القناه الاولى معانا صدقا في لحد دلوقتي ناس تتواصل معايا على الواتس تقول لي انت من بالك 10 ايام ما اتكلمتش ليه؟ ما هو ما عندوش علم ان القناه البديله دي تم فتحها. تمام. فانا بشكر اي اخ صدقا بيتواصل معايا على الواتس وبيسال باي سؤال بدون ما اذكر اي اسم منهم. والله كل اخ بيتواصل معايا ليه كل احترام وكل تقدير، واللي ما يتواصلش معانا كذلك وبيعلق لنا تعليق يشكرنا فيه او يشجعنا فيه، احنا بنشكره كذلك، كل الشكر والتقدير ليه. والله ييسر الحل الجميع ويوفق الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. مشكورين شكرا جزيلا.